يقول لما قدم محمد منتصر فاتح معه جيش عرمرة، يقول ونظرت إليه وأبو سفيان يقف على الجبل، فإذا بأبي سفيان يقول والله لو دخل محمد شبرا لقطعته بسيفي هذين. والرسول يدخل يقول للصحابة لا يتكلم منكم أحد ولا تحدثوا فيهم شيئا، اتركوا الأمر لله ولرسوله. والصحابة سكوت، وأبو سفيان ماسك السيفين وتحداك يا محمد تدخل. فلما أقبل الرسول أبو سفيان ماسك سيفين ووراه جيش، قال النبي الحكمة والعقل وبعد النظر، قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس، يقصد قريش، من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن. أبو سفيان ماسك السيوف، الرسول يقول ادخل بيتك ترى ما راح نقول لك. فاستحى وأنزل سيفيه، التفت على العباس قال أسمعت ماذا؟ قال سمعته. قال أيقصدني أنا المعني؟ قال والله أنت المعني. قال أفي دين محمد هذا؟ هل محمد ينزل الناس منازلهم؟ قال العباس نعم. فقام سراقة والتفت بالحوار بين اثنين، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. خلاص أيقن أنه صاحب قوة.